يمكن صحيح انه الزمالك كان سيء الحظ في مباراه امبارح امام الشباب السعودي، لكن ابدا الزمالك ما كانش سيء الاداء ولا سيء الحضور ولا سيء الظهور في تاني مبارياته بالبطوله العربيه للانديه بالسعوديه، ولا حتى سيء في البطوله كلها بشكل عام لحد دلوقتي. الحقيقه انه امبارح اللعيبه نقدر نقول ان هم ادوا اللي عليهم. نقدر نقول ان الجهاز الفني بقياده مستر اسوريو حط تشكيل مختلف عن المباراه الاولى امام الاتحاد المنستيري، يمكن تشكيله توافق وضعيه المنافس وقوه المنافس. كمان احنا احترمنا امبارح فرقه الشباب بالشكل المطلوب، فكانت المباراه في اغلب اوقاتها بدون اي خطوره على الزمالك او على مرمى محمد صبحي، اللي يمكن ما اتحطش امبارح في اختبار حقيقي، يمكن ما اتحطش امبارح في اختبار في تسديده خطيره، ودي حاجه لو ليها معنى فهي معنى او مؤشر واضح على ان الزمالك امبارح الدفاع كان ممتاز. دفاع الزمالك امبارح كان جيد جدا، كان محجم خطوره فريق الشباب طبعا لحد يمكن ضربه الجزاء اللي احتسبت بشكل غريب اللي احتسبها الحكم الليبي عبد الواحد حرويده. احتسب امبارح ركله جزاء يمكن من وجهه نظر ناس كتير جدا او هي يمكن ركله جزاء غير صحيحه بالمره. والحقيقه انه مش بقول الكلام ده عشان انا زملكاويه، لكن ركله جزاء كل اللي شافها قال ان هي ركله جزاء غير صحيحه. الحكم الليبي احتسب ركله الجزاء ديت في بطوله كبيره زي اللي احنا شفناها او زي البطوله العربيه، وده بيضع علامات استفهام كبيره جدا على كفاءه طاقم التحكيم اللي كان المفروض ان هو يكون طاقم تحكيم على نفس مستوى البطوله. مباراه كبيره زي ديت، مباراه بالحجم ده ما بين الزمالك وما بين فريق الشباب السعودي، كان يجب ان يكون فيها طاقم تحكيم على قدر وعلى حجم المباراه وعلى حجم البطوله العربيه كلها بشكل عام. والحقيقه انه انا ما اقدرش ما اتكلمش على التحكيم، ما اقدرش ما اتوقفش او ما اقفش عند نقطه التحكيم واقول ملناش دعوه او مش هتكلم عن التحكيم او مش هتكلم عن ركله الجزاء، لا، لانه ركله الجزاء هنا كانت مؤثره يعني بشكل كبير جدا. لا، هي اثرت في مجريات المباراه واثرت في مجريات الملعب، لانه ببساطه شديده التحكيم امبارح اتسبب بشكل مباشر في نتيجه المباراه. احتسابك لركله الجزاء الاعجب والاغرب في التاريخ اتسبب في فوز فريق الشباب السعودي، يمكن فوز غير مستحق على الزمالك امبارح. لو هنتكلم ببساطه كده شديده عن ركله الجزاء امبارح، انا مش واحده بتاعت تحكيم، بس اللي شفته بعينيا انت نادرا لما بتلاقي كوره المدافع مديها ظهره ومش شايف الكوره اساسا. يعني اصلا امبارح عبد الغني هو مش شايف الكوره اساسا، الكوره رايحه جايه بينه وبين المهاجم بتاع الشباب، عماله تخبط او عماله تخبط ما بين اللاعبين الاثنين، والكوره مش في حيز اي حد فيهم، والكوره اصلا رايحه للحارس وما فيهاش اي ريحه خطوره، يعني ما فيهاش اي حتى ريحه خطوره تخلي الحكم يحتسبها ركله جزاء، لدرجه ان الحكم المساعد نفسه، الحكم المساعد اللي واقف على الخط وشايف اللعبه وشايف الكوره بوضوح احتسبها ضربه مرمى. يعني الحكم المساعد اللي واقف شايف الكوره هو احتسبها ضربه مرمى. لكن يجي لك بقى ويطلع لك الحكم الليبي بشكل غريب جدا يقول لك لا، يصفر ويحتسبها ركله جزاء بعد طبعا الرجوع لتقنيه الفار. وللاسف نتيجه الحكم الخاطئ ده والاحتساب الخاطئ للكوره اللي احتسبها ركله جزاء بتسبب بشكل مباشر في خساره الزمالك امبارح، خساره الزمالك ما كانش يستحقها اطلاقا. يعني لو هنتكلم عن المباراه امبارح، لا، الزمالك ما كانش يستحق ان هو يخسر. وانتوا عارفين ان انا ما بطلعش وبطبل للزمالك او بقول انه الزمالك لا كان الافضل وهو مش الافضل. انا بتكلم النهارده وبتكلم عن مباراه امبارح بشكل حيادي تماما، شفت الفريقين بيلعبوا ازاي، وشفت ان الزمالك لو على الاقل ما كانش يستحق ان هو يفوز فكان على الاقل ما يستحقش ان هو يخسر. المباراه كانت تخلص اقل تقدير بنتيجه تعادل سلبي، ده اقل تقدير. دي الكوره اهي شايفينها مع حضراتكم، عبد الغني والمهاجم الشباب السعودي. يعني طبعا احنا مش عارفين نعرض الفيديوهات لحضراتكم طبعا عشان حقوق البث، لكن الصوره يمكن الصور موضحه، ويمكن ناس كتير جدا افتكر نسبه كبيره جدا شافت المباراه امبارح وشافت انه الكوره ما فيهاش اي حاجه. عبد الغني اصلا مش باصص للكوره، لا هو ولا المهاجم، وايديه راجعه لورا ورا ظهره، والكوره خبطت في ايده من ورا من غير ما يكون هو باصص ولا شايف وضع ايده فين ولا شايف الكوره رايحه فين. يعني خبطه غير مقصوده بالمره، غير مقصوده اطلاقا، ما فيهاش نيه ان هو يحط ايده فالكوره تخبط في ايده، ولا فيها اهمال ولا فيها اي حاجه. يعني فالحكم على اي اساس احتسب الكوره ديت ان هي ركله جزاء؟ مليون علامه استفهام الحقيقه، ومش حابين ان احنا نتكلم اكتر من كده في الموضوع. خلاص المباراه خلصت وللاسف الزمالك خسر فيها خساره غير مستحقه زي ما قلت. طيب برضه عشان نبقى ادينا حق الزمالك في الكلام عن الاداء،
لو هنتكلم برضو عن الشوط الثاني من المباراه، كان طبعا الهدف اللي احرزه الشباب ده جه في نهايه الشوط الاول. لو هنتكلم بقى عن الشوط الثاني فبالكامل، فالشوط الثاني بالكامل كان وان سايد جيم على مرمى الحارس الكوري، وان سايد جيم من ناحيه الزمالك. لكن للاسف العلاقه الغريبه يمكن اللي بين زيزو والعارضه كانت امبارح يعني في اوجهها زي ما بيتقال، وكانت يمكن ملهاش يعني علاقه كده غريبه ما بينهم، ملهاش تفسير. اوقات كتير زيزو بيبقى في حاجه كده ما بينه وما بين العارضه، في بعض الايام بيكون مش يومه، بيكون في سوء حظ غريب بين زيزو وبين الجول، ودايما التسديدات بتاعته بتيجي في العارضه. سوء حظ يمكن مبالغ فيه امبارح في تسديدات زيزو، او في تسديده زيزو بالتحديد اللي جت في العارضه. يمكن دي للمره الخامسه او للمره السادسه اللي بنشوف فيها كوره مبدعه زي ديت من زيزو كالعاده، بتسديده تستحق ان هي تيجي في شباك المنافس، لكن للاسف تيجي في العارضه. ويمكن ده خلاص كده علاقه عرفناها احنا كزملكاويه، اتعودنا عليها ما بين زيزو وما بين العارضه اللي دايما بيكون ليها راي تاني في تسديدات زيزو. ما علينا يا جماعه، خلاص كده الموضوع يعني عايزين نقفل عليه. مباراه امبارح، الزمالك امبارح لعب وسيطر واجاد وهدد مرمى الشباب في اكتر من فرصه، لكن المباراه خلصت بنتيجه انا عارفه ان هي غير مرضيه وغير عادله بالنسبه للزمالك، وبضربه جزاء زي ما احنا قلنا، بضربه جزاء غير مستحقه.